لو تعرف تعمل زينا تعالى عندنا. والله بص، هو في كبده بالبصل زي حد من الناس هنا اللي بيعملها. شغال فيها دي عباره عن لا، انا كبده اسكندراني، كبده وفلفل بس. الكبده العاديه اللي هي المعتاده اللي هي بيعملوها ببصل وحاجات زي كده. انا بعملها اسكندراني اللي هي كبده وفلفل والتوابل الخاصه بتاعتي وتوم، الحاجات الاساسيه للكبده. لما تيجي تتبل الكباب، المعروف تتبيله الكباب ملح وفلفل بس. برضو الكبده ليها اساسيات، لو زدت عنها تبقى انت ما بقتش كبده طعمها اسكندراني. ضاع. ما بقتش كبده اسكندراني بس. لكن هي معروفه الكبده اسكندراني، فلفل والثوم الاساسي فيها، وبعد كده توابلك بقى. فاهم؟ انا حريف حواوشي، بعمل كفته وبعمل سجق. طبعا هو كله لحمه مستورده، بس احنا بنجيب السمين بتاعنا دوش، اللي هو البلدي الدوش. برضه بيدي نكهه حلوه خالص الحواوشي، كمان بيدي طعم حلو جدا الحواوشي، والحمد لله متسيطر فيه. بعد ما نحط له التوابل بيبقى متصفي معاه بيحشيه وننزلها على الشوايه زي ما انت شايف كده. احنا ملوك الحواوشي في اسيوط يعني. الاكل ده عايز حب وابتكار، ان انت تبتكر بقى من دماغك، تجرب، تشوف فيديوهات كتيره. انا واحد من الناس بحب اتفرج على فيديوهات المطاعم، بشوف بكتسب خبره من السوشيال ميديا برضه. قول لي، اول حد خد منك سندوتش قال لك ايه؟ الله ينور. كنت سعيد طبعا كلمه دي بالنسبه بشهادته لك طبعا. كانت ايه؟ طبعا اول ما قال لي انا طبعا بحب اول ما بعمل حاجه بدوها، لا عجبتني والكلام ده بستمر. دايما بخلي الناس تاخد رأي الناس الأول يعني. أنا متجوز وعندي بنتين وولد، وعايز أقول لك البنتين والولد هم اللي مساعديني في الشغل. أنا عندك بنت تعمل لي الطحينة، عندي ابني مثلا لما أكون مثلا بعمل حواوشي يجي يقف جنبي، يلافيني يساعدني.